السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النادي الأهلي أخيرا بيعود لطريق الانتصارات تاني بعد 4 مباريات على التوالي في جميع المسابقات من غير ولا مكسب. طبعا آخر مكسب للنادي الأهلي كان قدام المقاولين في الجولة 21. بعد كده بقى خسارتين، خسارة الأولى من طلائع الجيش في الدوري، بعد كده خسارتين من الترجي رايح جاي في أفريقيا، وبعد كده التعادل مع سيراميكا الجولة اللي فاتت. فالجولة الحلقة دي الحلقة بعنوان البحث عن فضيحة. البحث عن فضيحة، مش سيبك من المكسب بقى، مالكش دعوه. احنا قلنا بقى مش هنتكلم بقى في مكاسب، واحنا شايفين الاداء شكله عامل ازاي. فما يغركش المكسب والجون اللي انت خطفته في الاخر ده، وركز بقى معايا في اللي هيتقال، عشان الحلقه دي محتاجه فيها كلام كتير. فاعمل لايك واعمل اشتراك ويلا نبدا. بدات لك وقلت ان عنوان الحلقه دي هيبقى البحث عن فضيحه. ليه؟ لان اللعبه دي مش داخله، يعني في لاعب بيروح فرقه يعمل تاريخ، بدور على بطولات. انا ده جاي الفرقه دي بدور على بطولات. لا، احنا اللعيبه دي، المنظومه اللي في الاهلي دي دلوقتي منظومه البحث عن فضيحه. انا بدور على فضيحه، عايز افضح نفسي. خارج موسم اهو صفري من غير اي بطوله، من غير اي حاجه، حتى ما بتعبش نفسي ان انا ادور على اداء حتى يعني نضيف شكله حلو في الملعب يتعمل وسط الجماهير، مع عماله تنادي وعماله تشجع لحد الدقيقه الاخيره في الملعب وفي المباراه. الجمهور قاعد عمال يشجع ويقول، وحبه يشتم وحبه يشجع. الجمهور خلاص زهق والله العظيم. يعني ده بيقول لك انما للصبر حدود. الجمهور بيقول انما للصبر حدود. خلاص زهقنا من نفس الاداء بتاع كل اسبوع، نفس العقليات بتاع كل اسبوع. انت النهارده بادئ الماتش، جبت جون في اول الماتش، المفروض خلاص الدنيا تسهل معاك. فرقه خلاص ليا كده مغلوب 1-0، فهتبدا تطلع عشان تهاجمك. انا بقى بستغل الكلام ده بتنظيم دفاعي انا منظمه صح، وبكور بعرف اضرب بيهم خط دفاعهم، وبعرف انطلق وبعرف اروح اعمل هجمات على مفروض التشكيله انت كنت بادئ فيها. تشكيله كويسه كتشكيله، لكن كلاعيبه انا مش شايف اي حاجه. هي كره ثابته تتلعب، تريزيجيه البصمه بيحط كره بدماغه ادي جول، تمام شغال حلو. جبت جون في الاول، بدل ما تلبس بقى وتفضل قاعد مستنيهم يفتحوا ومش عارف ايه. لا، الجون جالك في البدري، خلص ماتشك خلصه، بدل ما استنى بقى ومش عارف ايه. لا، الجون جالك، ابدا بقى ايه، اضغط. ودي الحاجه اللي احنا بقالنا فتره برضو، لو الاهلي لا سمح الله جاب جون، ابدا بقى ارجع وابدا ادافع، وبدافع غلط. والجون اللي جه في اخر الشوط الاول كمان لو شفته هتلاقي ان دفاع الاهلي، يعني هو اللاعب اللي جاب الجون رايح ومعاه لاعب، وفي لاعبين جايين الاتنين دول. طب انت يا ابني، انت راح فين؟ انت داخل ال 18 رايح فين؟ طب واحد يدخل وواحد يفضل بره، عشان الراجل اللي يعني 90% هو اشول وهيلم يطلع على ناحيته ويحطها. اطلع خليك مع الراجل اللي هيعدل ده. لا، الاتنين قاموا داخلين 18 راجل، عدل بسهوله وهم راشقها لشوبير في ال90. شوبير لو عمل ايه حتى مش هيجيبها صعبه. فانت بتتكلم على لعيبه لسه عايز تعرفهم امتى اتمركز صح، وامتى الراجل اللي جاي من بره ده هيقطم ويعدل، وامتى. سيبك من المكسب. دي شخصيه الاهلي، مكسب بشخصيه الاهلي. الدقيقه 90 كورتك اللي انت عارفها، فرقتك كانت بتبقى بتوصل للحته دي مليون مره، وكنت بتعرف تجيب الجون، بس كنت بتوصل. يعني دلوقتي انت اصبحت انت بتلاعب الفرقه، الجون بتاع الفرقه اللي قدامك ممكن يقعد 90 دقيقه لحد ما يشوط عليه كوره. ده ينشطها عليه اصلا. اتفرج النهارده جاي لعيبه سموحه خد جراءه وراح قام شايط عليك كوره، كذا كوره تتلعب وكذا كوره. كل فرقه بتروح عليك بهجمه، بتبقى الهجمه شكلها خطير، وبتبقى انت قاعد خايف لان انت عارف دفاعك، عارف تمركزات لعيبتك، عارف ان هم في الحته ان انا اضغط وان انا استخلص كوره. نص اللعبه ضايعه، تبقى الكوره قدامك وتقوم سايب الكرة وداخل على رجل المدافع او على رجل المهاجم، تاخد فاول. النهارده كل كرة بتتلعب للاهلي، كل كرة عالية بفاول، كل كرة عالية بفاول ليهم. واحد طلع بكوع، واحد زق، واحد خبط، كل الكور بتخبط في ايد اللعيبة، كل الكور في ايد اللعيبه. طب ايه يا جماعه؟ خلاص يعني انا لعبتها مره واثنين وثلاثه والكره ما جاتش، اجرب ماشي. انا بلعب عرضيات بتلفق معايا، مره بتيجي جون مش عارف ايه، اجرب بقى العب على الارض امشي كوره. وحته تمشيه الكوره دي ما يبقاش بلعب مثلا بخمسه سته سبعه هجوم، وفي واحد نازل يستلم الكرة من نص الملعب من الدفاع. خلاص كده هو الرابط بينهم مفيش. انا نازل استلم الكرة واقف في نص الملعب، بلاقي الناحية التانية اقرب واحد ليا في 18 الفريق الخصم. فانا يعني ده الطبيعي ان انا العب كرة ايه، هتلعب كرة ايه؟ تلعب كرة طويلة. ما عندكش حد بيلعب بدماغه، اتقطعت اتردت عليك، لا اما رجعت لك تاني. انا ما بشوفش الاهلي ماسك كوره مثلا 40 ثانيه على بعض. مش هقول لك دقيقه ودقيقه، مش الكلام ده. احنا اصبحنا 40 ثانيه اقل من دقيقه ما بنقدرش نمسك الكوره ونستحوذ عليها. الاول كنت بتلاقي باصات، كنا بنقول طريقه اللعب وحشه والكلام ده، بس كنت بتلاقي كان ده بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. لا، ده كان فيه نجوم. اتفرج يا نفسي نجيب مدرب ياخد اللعيبه دي كده يفرجهم على الفرق بره، الفرق بتاع بره، الفرق الكبيره اللي هتلعب هي نازله عارفه ان انا هنزل
العب قدام فرقه هتلعبني دفاع قافل خطوطه، انا خلاص ده الفرقه الكبيره عقليات الفرقه اللي قدامها هي كده، انا هنزل العب قدام الناس دي دفاع، فباخدهم واوريهم هما بيعملوا ايه، بقعد اباصي كوره. مش كل الفرقه بتاعتي عباره عن 5 6 7 لعيبه كلهم في 18 الخصم وعلى 18 بتاعه ومفيش حد ينزل يستلم كوره، مفيش حاجه اسمها كده، لا بقعد خلاص دفاع الفرقه واقفه، بننقل كوره واحده واحده، كوره باص هنا لحد ما هم يعني ببدا اسحبهم معايا، واحد يروح مدي باص مثلا كده من هنا الاقي الجناح بياخد الكوره ويقطم ويشوط. اما تكون الزاويه مفتوحه، مش اما تكون الزاويه مفتوحه قدامه للشوط يقعد يحنكش، وفي عز ما الكوره قافله الاقيه بيحط له كوره. طب انت يعني شفت ايه طيب يخليك تشوط وجسمك مش معدول الاقيك بتشوط؟ النهارده كالعاده طقم دفاعك لا تقييم عليه، هي كوره بتروح عليه بيخش جون، اكتر من كده ما بتشوفش الدفاع في حاجه تاني، ولما الكوره بتروح عليه الله يستر عليه كده، ده اللي انت معتاد عليه. انا دفاعي الكوره اللي بتروح عليه بتخش جون، بعد كده خلاص انا ماسك الكره 90 دقيقه والدفاع بتاعي مفيش حاجه بتيجي عليه. حتى الكور اللي جت النهارده لا في ربط بين شوبير ولا الدفاع ولا الباكات ولا، وبرده محمد هاني متصاب وبيلعب. يا كابتن ما تريحوه يا جماعه عادي، والله ما عيب، يعني مش عيب ان انا اريح هاني اللي متصاب وايده باينه، يعني انا خايف بس اللي يكونوا فاكرين ان الجمهور مش شايف ان هاني متصاب. كل كوره اوت بتتلعب تلاقي الجناح اللي جاي يلعبها عشان هاني مش عارف يلعبها بايده. ما تريحوا يا عم، ما انت حطيت عيد في القايمه ما تنزله يا عم، حلل فلوسه يا عم. والجزار مش شفت الجزار في القايمه، هو الجزار ما بينزلش ليه يا جدعان؟ ال 60 مليون دول ايه؟ هم 60 مليون دول ايه يا جدعان؟ يعني مضروبين ولا ايه؟ عايزين نحلل فلوس الصفقات اللي جايه، عايزين نشوف. ما خلاص مش هنكسب دوري يعني، برضو الجمهور عمال يندع على الدوري بتاع، مش هنكسب دوري يا جماعه، والله الفرقه دي مش هتكسب دوري. انت بتعاني قدام سموحه، ده سابع الفرق اللي انت بتلعب، يعني الفرق اللي هي بتنافس بقى على البطوله وبتاع، سموحه ده اخر واحد فيهم، انت مش عارف تكسبه، كسبانه بالعافيه 90 دقيقه بتحاول على الجون، ما فيش حتى واحده خطيره واحده. يعني انت لو ما جبتش جون النهارده وطاهر ما جابلكش الجون شكرا، بقالي 4 ماتشات مش عارف اكسب ماتش، خسران 3 ومتعادل 1. شوف انت وصلت لايه، انت كنت بتزهق من كتر المكاسب. الماتش اللي بيطلع تعادل جمهور الاهلي كان بيزعل يقول لك ده خساره بالنسبه لنا، دلوقتي المكسب دلوقتي فرج اللعيبه واقفه ازاي كانهم مستنين يخشوا يكسبوا بطوله، احنا داخلين على بطوله مش داخلين نلعب ماتش كده، احنا ما كسبناش ماتش مثلا قدام سموحه، لا ده احنا خلاص مستنيين صفاره الحكم عشان نخش نحتفل برفع الكاس. شوف انت وصلت لمرحله عامله ازاي، بص على التفاصيل الصغيره دي اللي بتعمل فرقه، اللي بترجع فرقه تاني وقعت ترجعها توقف على رجليها، هي دي الحاجات اللي بيتبص عليها عشان الفرقه تقوم. لكن ما افرحش احنا كسبنا خدنا ال3 نقط، خدتهم فين ال3 نقط دول؟ ماشي 3 نقط انت مش شايف قدام سيراميكا ما عملتش حاجه، عندك بيراميدز وماتش بيراميدز انقح مليون مره من ماتش الزمالك، لان الزمالك بيبقى نازل عارف ان انت هتبقى مطلع 300% من اللي عندك في الماتش بتاعه، لكن بيراميدز هو بيبقى نازل مش معتمد حاجه، هينزل يديك على طول هجوم تك 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 على هجوم، بتنزل قدام ماتش الزمالك ده خايفين سيكا راجعين، انت بتبقى ضاغط لعيبتك كلها بقى في الماتش ده بتقعد ترقص وتشوت ومش عارف ايه، يعني نفسي يلعبوا الماتشات كلها بيروح ماتش الزمالك ده، هتشوف فرقه مختلفه على الاقل. انت دلوقتي فرقتك خلاص الناس بقى يروحوا بالمكسب، ودي عقليه يعني ما خلاص انت بتشيلها من حسبانك لان انت بتشجع النادي الاهلي، فرقه معتاده على البطولات وعلى المكاسب وعلى كل الكلام ده. انا ما بفرحش مثلا بمجرد ان انا بكسب ماتش او ان انا بجيب جون مش عارف في مين، لا انا عندي عقليتي احسن من كده، انا اكتر فريق في افريقيا كسبان بطولة، انا اكتر فريق انا بنافس فرق عالميه على البطولات اللي انا كسبانها، ما افرحش بقى ب3 نقط مش عارف قدام مين، او بماتش مش عارف، او في واحد بيلعب شوطه او جاب جون. النهارده اتفرج حسين الشحات خلاص مش قادر يجري، ما حدش هيديله باص هيجري عليه خلاص، الكوره كل ما حد يديله باص يجري عليه مش قادر يجري، برضه ما بيطلعش ما بيأديش ما بيطلعش. تريزيجيه مش هيطلع، تريزيجيه ادام جاب جون مش طالع، جاب جون مش هيطلع، ده هو ما بيجيبش جوان، يعني الماتش بتاع سيراميكا ما جابش جوان وفاضل في الملعب ال90 دقيقه ما يرضيش يطلع، ما بالك النهارده بقى كل كوره بتجيله وهو عايز يحنكش، مش هتلاقي كوره طالعه من رجل تريزيجيه صح، عدهم كده مش هتلاقي 3 4 5 بساط على بعض طالعين من رجله صح، لازم هتجيله الكوره هيعوز يدي واحده حنكشه اتقطعت منه، هيشوط شوطه هتطلع بره. يا جدعان لازم ان اللعيبه دي تحس، انا عن نفسي اهو ده، ودي وجهه نظر انا، طقم هجوم الاهلي ده كله يتفور، والله العظيم طقم هجوم الاهلي ده كله يتفور، واجيب لعيبه ابني عليها. بديانج امشيه بقى عشان خلاص الواحد زهق ده، يعني لو على كلامهم ان ديانج ده رايح فالنسيا، لا انا مش فاهم ازاي، بس لو رايح فالنسيا فعلا فمشيه خلوه يروح يلعب في فالنسيا، اصل هم انا مش فاهم فالنسيا ايه ده، مين اللي شافه اتعاقد معاه يعني، اكيد مثلا حد قريبه، لكن ده
بمستواه ده يلعب في اي اصلا دوري تاني، هو اخره يلعب في دوري جنوب افريقيا ما يعديهاش، ومش فرقه كبيره. بس انا رايح فالنسيا يا عم، روح الله يرزقه هناك يمكن يبدع. لكن انا اللعبه بتاعتي مفيش. حتى امام اللي كان الموسم اللي فات راجل شغال وبيسجل، وشايفين التحامات الفرقه النهارده كلها بتلعب وهي ثابته، كله واقف مستني الكره تجيله في رجليه، كله واقف مستني العب، انا هلعب بس وانا واقف اجري بقى والكلام ده مفيش. انا مش فاهم يعني دي حاجه غريبه والله العظيم، فعلا حاجه انا مش فاهم. اللعيبه وصلت لحد يعني لدرجه ايه في الكوره، والاداره وصلت لدرجه ايه ان انا بتفرج على الناس دي كل اسبوع ومفيش اي خطوه بتتاخد. يعني انا كل اسبوع بشوف اللعيبه اللي بتلعب بنفس الطريقه ويمكن اسوأ كل اسبوع عن اللي قبليه، ومفيش اجراء بيتاخد. ما تقعدش تقول لي هخصم له ومش عارف عقده والكلام العبيط ده، ان الكلام ده بياكلش معيش مع الناس دي. محتاج اخد خطوه، محتاج كده بدل ما انا عندي تخمه من اللعيبه اللي ملاش اي لازمه، لا محتاجه بقى الناس دي بقى امشيها واجيب بقى لعيبه تلعب على الناس دي. واحد زي تريزيجيه ده اجيب واحد اقعده دكه واجيب واحد يلعب. ما تقوليش كابتن الفرقه وابن النادي والكلام ده كله. لا انا دلوقتي انت لو بتدور على اولاد خلاص احنا فرحانين بولاد النادي في الملعب وخلاص، يبقى احنا كده ايه، احنا كده تمام وزي الفل، ولا محتاجين بطولات ولا حاجه. ما تستناش بطوله بقى. لكن عايز فرقتك ترجع وتقف على رجليها تاني، محتاج اشوف بقى الناس اللي انا محتاجها، المراكز اللي انا محتاجها، والناس اللي عايزه تيجي تلعب كوره، مش الناس اللي بتيجي بفلوس. مش هروح اجيب واحد ب 170 و80 و90 والكلام ده عشان يجي ما يعمليش ب 5 جنيه كوره على بعض. انا مش مستني كده، يبقى انت كده عمرك ما هتشم بطوله. هو ده اللي الفرق بتعمله. الفرق اللي بتقع بتقوم ازاي؟ بتقوم لما ببدا ابص بعين اللي ان انا عايز ارجع الفرقه تاني، مش يا فرحتي باسامي اللعيبه. باريس كان معاها ميسي ونيمار ومبابي وما خدوش بطوله. لا انا محتاج اشوف المراكز. محمد عبد الله ده رجعه اول حاجه اداره الاهلي تعملها، محمد عبد الله يرجع ما يقعدش ده، ما يقعدش بره. ما تقعدش تقول ياخد خبره ومش ياخد خبره. انت اللي عندك دول اصلا محتاجين ياخدوا دروس كوره، مش محتاجين ياخدوا خبره، محتاجين يتعلموا كوره من اول وجديد. محتاجين نعلم الباص والاستلامه والرؤيه وكل الكلام الجميل ده في كل المراكز. ما محتاج نعرف الناس دي كل مركز بيتعمل في ايه، واساسات الكوره ايه، اباص ازاي واوقف ازاي واستلم ازاي والكلام، واشوط ازاي. عشان احنا برضو مروان عطيه من الحاجات اللي بستغربها في الشوط، لازم تجي له كوره يقوم مدي واحده كده ببطن رجله. خلاص يا جدعان، خلاص يا عم روبن، يا عم وش رجلك ممكن تشوط بيه شغال عادي، وتشوط في الحته اللي فاضيه. ما تحطليش ما تبقاش في 3 4 واقفين هنا تقوم شايط لي الكوره فيهم. انت يعني ده اسمه ايه يعني في عالم الكوره اسمه ايه؟ ما هي فاضيه قدامك، ما تحط يا عم الكوره في الزاويه الفاضيه. لا ببطن رجلي هحط واحده لازم تروح تلف في ال90. عايزين واقعيه وعايزين ايجابيه على الجون، وعايزين نشوف اجوان، وعايزين نشوف لعب كوره. حرق كلام كل اسبوع نفس الكلام، نفس اللعيبه بقى مستوياتها بتنزل كل اسبوع. احنا بنتكلم نفس الكلام كل اسبوع، بنلاقي اللعيبه بقى كل اسبوع بتعمل حاجه انيل من اللي قبلها، تلاقي مستوى بينزل عن اللي قبليه. انا برضه سامع ان الاهلي هيجيب مدير فني جديد اجنبي تاني، هجيب مدير فني اجنبي تاني يمسك الفرقه ويوقعها تاني. ما عندوش شخصيه، اللعيبه ما بتخافش منه، اللعيبه اصلا مش خايفه من الاداره، مش تخاف من يعني انا مش خايف من الاداره، فانا مش خايف من المدرب. المدرب ده واحد الاداره عايزه تمشيه اصلا. الراجل عمرك ما الكاميرا تيجي عليه وتلاقيه بيعمل اي رياكشن ممكن تتخيله، زعق، شوح، نادي، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه يا راجل اللي تدل ان انت انسان حتى واقف، مش روبوت واقف على الخط. لا كده هي الوقفه خلاص. يمكن ده اما جبنا جون لقينا كان مش عارف كان بيشاور على ايه، بس الحمد لله الف حمد لله الراجل اشتغل، البطاريه بتاعته بقى لحد عضعضها واشتغل. انا محتاج افور، محتاج عمليه ازاله لكل العناصر اللي مش شغاله عندي في الفرقه، عشان الاهلي يرجع يقف على رجله من اول وجديد بالطريقه اللي انا فيها دي، وباللعيبه دي اللي كل واحد دماغه مسوحاه في حته واوضه اللبس في حته تانية، وده عايز عقده يزيد، وده عايز يروح مش عارف فين، وده مش مركز، وده ما بيخافش مش عارف من ايه. كل ده يتفور، اروح اجيب لعيبه عايزه تلعب كوره، عايزه تكسب بطولات فعلا باداء اللي في الملعب، مش بكلامي. مش انا عايز اكسب بطوله مش عارف ايه وبطوله مش عارف ايه وبطوله مش عارف ايه وفي الاخر ما عملش اي حاجه. وده اللي هتلاقيه هناك في الزمالك، لا هو جايب لعيبه بملايين ولا هو جايب لعيبه مش عارف ايه ونفخنا وعملنا. الزمالك اول دوري بيكسب في الجزائر، الزمالك راح يكسب في الجزائر، اللي هو انت اصلا هنا في ارضك خسرت. فيعني مبروك للنادي الاهلي الفوز اللي جاي بعد 4 ماتشات من غير مكسب، 3 خساره و1 تعادل. فالف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وشكرا لجمهور الاهلي تاني، الجمهور اللي بيقعد دايما مآزر الفرقه ورا الفرقه بيخلينا نتفرج عشان الناس اللي بتروح دي والناس اللي بتتعب. فمبروك للنادي الاهلي ومبروك لجمهوره، ويا رب اللعيبه دي يعني يبقى عندها شويه احساس وتسمع الجمهور بيقول ايه، وتخلي بالها كده وتطور من اي حاجه. لو حد فيهم عايز يمشي العب حتى الكام ماتش دول، وبعد كده ابقى امشي، حتى اظهر نفسك ان انت يجي منك لعب. وانت كمان بعمل لايك واعمل اشتراك، وسلام.